كشفت بيانات رسمية أن إجمالي أعداد العاملين في سوق العمل الكويتي متضمنا العمالة المنزلية ارتفع بواقع 63 ألف عامل وعاملة خلال الربع الأول من العام الماضي 2023. وبحسب البيانات فإن عدد العاملين بالكويت بلغ نحو 2 مليون و850 ألف عامل وعاملة بنهاية مارس 2023 مقارنة ب 2 مليون و790 ألف عامل وعاملة بنهاية شهر ديسمبر 2022. وأظهر التوزيع العددي والنسبي للعمالة في جميع القطاعات بالكويت متضمنة العمالة المنزلية بنهاية مارس الماضي تصدر الجالية الهندية لأعداد العمالة في البلاد بعدما استحوذت على 30% منهم لتزيد أعدادهم بنحو 23 ألف هندي وهندية، فيما زادت أعداد المصريين بواقع 2397 مصريا ومصرية، والكويتيون بواقع 2175 كويتيا وكويتية وفق صحيفة الأنباء. جاءت أحجام العمالة وفقا للترتيب التنازلي كما يلي: الهند استحوذت الجالية الهندية على 30% من إجمالي العمالة بالكويت بواقع 857 ألف و76 عاملا وعاملة، من بينهم 712 ألف هندي و145 ألف و59 هندية، مقارنة ب 834 ألف و678 هندي وهندية بنهاية ديسمبر 2022، وهذا بمعدل زيادة بلغ 22 ألف و993 شخصا. بالنسبة إلى مصر استحوذت الجالية المصرية على 17% من إجمالي العمالة بالكويت، وهو الذي يعتبر النصف من العمالة الهندية، وهذا بواقع 486 ألف و65 عاملا وعاملة، من بينهم 473 ألف و7 مصري و32 ألف و9 مصرية، مقارنة ب 484 ألف و259 مصريا ومصرية بنهاية ديسمبر 2022، وهذا بمعدل زيادة بلغ 2397 شخصا. أما بالنسبة للكويت فقد استحوذت العمالة الوطنية على نحو 16% من قوة العمل بالبلاد بواقع 444 ألف كويتيا وكويتية، من بينهم 187 ألف مواطنا و257 مواطنة و1000 مواطنة، مقارنة ب 442 ألف كويتيا وكويتية بنهاية عام وشهر ديسمبر من العام 2022 بمعدل زيادة بلغ 2175 شخصا. بالنسبة للفلبين فقد استحوذت العمالة الفلبينية على 10% فقط من قوة العمل. أما بالنسبة لبنغلاديش تستحوذ العمالة على 245 ألف وظيفة في البلاد. سريلانكا تستحوذ على العمالة على 119 وظيفة. نيبال تستحوذ على 92